خوتي خواتاتي، سلام الله عليكم. فيديو اليوم هو على شخصية مثيرة للجدل، تصريحاته وعفويته خلاوه يدخل القلوب المغاربة. شخصية اليوم هو راس لافوكا كيف سموه المغاربة، بل وصل البعض لدرجة تشبيهه بغوارديولا. شخصية اليوم هو وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الجديد. حياته، مسيرته كلاعب وكمدرب، ونبذة على تصريحاته، كل هذا غادي نشوفوه في هذا الفيديو. خليكم معنا. يوم 23 سبتمبر 1975، المكان كوربايسون، ضواحي العاصمة باريس. زاد وليد الركراكي وكبر في حي مونكونسي وسط عائلة مغربية الأصل من الفنيدق شمال المغرب. العائلة كانت متشبثة بمغربيتها. قال وليد أنه كل عام كان من اللازم العودة للوطن لمدة شهرين. جمع وليد بين الدراسة والرياضة، واخذ البكالوريا شعبة العلوم وشهادة جامعية في العلوم الاقتصادية والاجتماعية. ككل الأطفال، وليد بدا الرياضة من الحي كيشارك في لي تورنوا قبل ما يتسجل في الفئات الصغرى لنادي ايس كوربايسون. تم جذب انتباه رودي غارسيا مدرب الفريق الأول، اللي قال عليه أنه في أحد الأيام بارازار مشيت نشوف لي جونيور، تما شفت واحد اللاعب رقيق وسريع، سولت راسي اش كيدير في هذا الفريق وخديته للفريق الأول. لعب في الفريق الأول عامين وانتقل لمدة موسم مع فريق راسين كلوب دو باري الممارس في قسم الهواة. وفي يوليوز من سنة 1999 تم إلحاقه بنادي تولوز في الليغ 2. ساهم في صعود الفريق بعد ما لعب معهم 21 ماتش، سجل 2 الأهداف. أول مواسمه في الدرجة الأولى وليد شارك 17 ماتش، سجل هدف واحد قبل ما يغادر بسبب مشاكل مادية في الفريق ويرجع لدوري الدرجة الثانية مع نادي أجاكسيو. لعب معهم 72 لقاء ما بين الدرجة الأولى والثانية، سجل 3 الأهداف. 29 ماي 2004، وبعد مشاركة ناجحة في كان تونس 2004 قدر يوصل فيها المنتخب لنهائي البطولة، وحصل فيها الركراكي على جائزة أحسن مدافع في الدورة. تكافأ وليد بعرض من نادي راسينغ سانتاندير في الليغا الإسبانية مع المدرب لوكاس الكاراب. وفي فترة التحضير لبداية الموسم كيتصاب وليد وكيضيع نصف موسم في الليغا، الأمر اللي خلاه يشارك غير في 26 ماتش ما بين الليغا ولا كوبا ديل راي. سنة 2007 وليد كيختار العودة لفرنسا، وبالضبط مدينة ديجون، لتمثيل فريقه المحلي. شارك معهم في 12 ماتش وتم وضعه في لائحة المغادرين اللي أعلنها المدرب سيرج رومانو. كانت أحد الأندية المهتمة به الهامرز، نادي ويست هام، ولكن بسبب صراع الوكلاء فشلت الصفقة وانتقل لنادي غرونوبل لمدة عامين، شارك فيها 39 ماتش. واختار وليد أن الرقصة الأخيرة تكون مع نادي اف سي فلوري في القسم الشرفي. وفي سن 36 سنة وليد كيقرر أنه يعلق القضاص. بعد الاعتزال توجه وليد لعالم آخر غير بعيد عن الرياضة، وهو التحليل الرياضي في إمبراطورية الإعلام الرياضي بي إن سبورتس الفرنسية. كان محلل لمباريات الليغ 1، وبحكم ثقافته الكروية نجح كمحلل. وفي نفس الوقت وليد كان كيوجد الشواهد المطلوبة لولوج عالم التدريب، الأمر اللي تأتى ليه ولكن كمساعد مدرب لرشيد الطاوسي في المنتخب الوطني الأول. التجربة كان عنوانها الفشل بسبب إقصاء المنتخب من دور المجموعات في كان 2013 بجنوب إفريقيا. سنة 2014 غادي تشهد أول تجربة تدريبية لوليد الركراكي مع فريق الفتح الرياضي الرباطي. وليد لفت الانتباه بسبب اعتماده على الشبان. 5 أشهر كانت كافية باش يحقق أول ألقابه كمدرب، كأس العرش، وبعد موسمين يحقق لقب البطولة الوطنية 2016. شهر 8 من نفس السنة تم استدعاؤه للقصر الملكي وتم تكريمه بوسام المكافأة الوطنية. ثاني تجاربه التدريبية كانت مع نادي الدحيل أو الدحيل كما يسميه وليد، تجربة خدا فيها لقب الدوري القطري قبل ما تم إقالته بعد إقصائه من دوري أبطال آسيا. فضل وليد أخذ قسط من الراحة إلى حدود صيف 2021. جاه العرض المنتظر من نادي الوداد الرياضي اللي طالما تغزل به في تصريحاته وبين إعجابه بجماهير الدار البيضاء. قاد الوداد لغزو إفريقيا وتحقيق الشامبيونز ليج،
وثبت أقدامهم على هرم الكرة المغربية كأكثر نادي تتويجا في المغرب، وخلى بصمته بإحراز اللقب 22 للبطولة رغم خسارة كأس العرش. إلا أن وليد خرج من الباب الكبير لملعب بن جلون. تفوق وليد هذا الموسم خلاه يكون مطلب شعبي لتدريب المنتخب أمام تعنت فوزي القجع اللي رضخ الأمر الواقع وقال الغير مأسوف عليه وحيدة للوزيتش. وتم تنصيب وليد الركراكي مدربا لأسود الأطلس. مسيرة الركراكي عرفت عديد التصريحات الكوميدية. مثلا بعد مباراة الفتح والكوكب المراكشي خرج الركراكي بتصريح: أنا اللي كنت خري اليوم وصاحبي اللي كان واعر. تصريح وليد جاء بسبب عفويته في التصريحات وضعفه في اللغة العربية، وبعض المرات بسبب استفزازات بعض الصحفيين. ولكن المتفق عليه هو أن هذا الركراكي فريد من نوعه. وفي الأخير وقبل إنهاء هذا الفيديو أسألكم الدعاء للجد بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين. في أمان الله.